السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتكم كوزي لطيفه. اليوم ان شاء الله غادي نشاهدوا طريقه تحضير كيك بدانيت والقهوه اللي غنزينوه بلاصوص شوكولا. هذا الكيك عائلي كيعطي كميه كبيره، يمكن لينا نحضروه في الصباح ديال العيد. كنتمنى تجربوه. باش تحضروه تابعوا معايا المقادير ومراحل التحضير. غنحتاج في المقادير 4 بيضات، كاس ديال السكر سنيده ما يعادل 150 غرام، كاس معمرش ديال الزيت او نصف كاس ما يعادل 90 غرام، كاس معمرش ديال الحليب ما يعادل 120 غرام، ساشيه وحده ديال قهوه سريعه الذوبان او ملعقه صغيره مذوبه في كاس صغير ديال الماء، واحد دانيت شوكولا، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 2 معالق كبار ديال النشا او المايزينا، قشر ليمونه واحده، ليمون البرتقال والعصير ديالها، 2 ساشيات ديال خميره الحلويات او البيكنج باودر من فئه 8 غرام، ساشيه وحده ديال سكر الفاني من فئه 7 غرام. وغنحتاجو الدقيق الابيض الفورس تقريبا 250 غرام ورشه الملح. نبداو على بركه الله. في اناء غنحاول نغربل المواد الجافه اللي هي الطحين، المايزينا والكاكاو. في اناء اخر غادي نطربو 4 بيضات مع سكر سنيده وسكر الفاني ورشه ديال الملح. غنطربوهم حتى كيتضاعف الحجم ديالهم وكيتغير اللون ديالهم كيولي لون فاتح. من بعد غنضيفو قشر ليمون البرتقال، وغنبدا نضيف السوائل دائما وانا كنطرب. غنضيف الزيت، القهوه اللي ذوبتها في الماء، عصير الليمون، الحليب. ودائما لنجاح الكيك من الاحسن المواد يكونوا بحراره الغرفه، نكونوا مخرجينهم من الثلاجه من قبل. غنضيف دانيت شوكولا وغنبدا نضيف المواد الجافه بالتدريج وانا كنطرب، وفي الاخير غنضيفو الخمارات. غنطربوا الخليط مزيان حتى ما يبقاش يبان عندنا دقيق، وغنحاول ننزل الجوانب وغنطربو. غندير الخليط ديالي في المول اللي غيدخل الفران اللي انا دهنته بالزيت او بالزبده ورشيناه بالدقيق، وغندخلو الكيك الفران تقريبا 30 حتى 35 دقيقه. باش نسقيو الكيك ديالنا فغنوجدو 2 معالق ديال الكونفيتور. انا هنايا استعملت كونفيتور ديال المشماش وضفت عليه عصير ديال الليمون البرتقال. الكميه ديال العصير على حسب الرغبه. كنضيف العصير وانا كنخلط في المشماش حتى كينسجموا في الكونفيتور ديال المشماش عفوا حتى كينسجموا. كنسقي الكيكه ديالي مباشره بعد ما خرجتها من الفران بهذا الخليط هذا، ومن بعد كنردها للفران 5 دقائق اخرى. وفي هذا الاثناء غنوجدوا لاصوص باش غنزينوها. في كاسرول غنديروا 4 معالق ديال الكاكاو، غنضيفوا عليهم 2 معالق ديال الزبده، معلقه ديال سكر سنيده. هنايا يمكن لكم تستعملوا 2 حتى 3 ديال المعالق ديال سكر سنيده. انا ما بغيتش لاصوص ديالي تكون حلوه، هاد لاصوص درتها مره شويه. يمكن لكم تضيفوا 3 المعالق سنيده. درت 2 معالق ديال الحليب وقطع ديال الشوكولا على حسب الرغبه. غندير هذا الخليط فوق النار حتى كيذوب لينا الشوكولاته وكتذوب الزبده. غنضيف نص كاس ديال الحليب، نص كاس صغير ديال الحليب، وغنخلطو مع هاد العناصر. غنخلي الخليط ديالي فوق النار حتى كيبدا يدير لينا فقاعات من الجناب. غنطفي عليه النار ومباشره غنصبو فوق الكيك. غنحاول نوزع الخليط ديال لاصوص فوق الكيك بظهر ملعقه كيف كتشوفوا في الصوره. هنايا انا درت جزء من الخليط حتى وزعته على الكيكه كامله
عاد ضفت الجزء الثاني وكنزينوه بالقرقاع او بالكوك او على حسب الرغبه. ممكن لينا نقدموها بحال هكا بالصحه والراحه. هذا هو شكل الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تنال اعجابكم وكيف العاده تجربوها. ولا عجبتكم ما تنسونيش بلايك سبسكرايب وتخليونا آراءكم انتقاداتكم لما على نصائحكم أسفل الفيديو في التعاليق. في أمان الله.